يا بطل، فاكر إن البلطجة جدعنة ولا فاكر إن شيل السلاح الأبيض والتحفيل على الناس صياعة؟ خليني أقولك إنك فاهم غلط خالص. الجدعنة هي إنك تحمي الضعيف مش ترهبه، والرجولة إنك تجيب القرش بالحلال مش تاخده من جيب غيرك بالعافية. السرقة بالإكراه أو البلطجة دي مش بس بتبوظ سمعتك وبتكسر قلب أهلك، دي بتوديك ورا الشمس في لمح البصر. القانون المصري ما بيفرطش في حق الناس، والموضوع قلب جد وما بقاش فيه تهريج. العقوبات في القانون المصري خلي بالك: البلطجة استعراض القوة، المادة 375 مقرر من قانون العقوبات بتقول إن عقوبتها بتوصل للحبس سنتين، ولو فيها سلاح أو ترويع لمواطنين بتوصل ل5 سنين. السرقة بالإكراه دي بقى جناية، وعقوبتها بتبدأ من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعني سنين من عمرك هتضيع جوه عشان خاطر موبايل ولا محفظة. حيازة سلاح أبيض، مجرد إن المطوة تتمسك في جيبك دي لوحدها قضية فيها حبس وغرامة. كلمتين من الآخر: ما تمشيش ورا الشلة تسقفلك وانت بتعمل غلط، عشان وقت الجد مش هتلاقي حد فيهم واقف معاك قدام القاضي. الشطارة إنك تبني نفسك وتخلي الناس تحترمك لأدبك وشغلك، مش تخاف منك لبلطجتك.